بحبك يا بلادي، بحبك يا بلادي مع الشريف المصري. الحقيقة النهاردة موضوع كش ملك عجبني ان انا اتكلم فيه قوي. وكش ملك ده هو القضاء بيقول للرئاسة كش ملك، ويختار رئيس مجلس الدولة وبدون اختيارات، وهو اختيار واحد وهو كده. واختياره بمعنى قوي جدا ان القضاء واضح انه على خلاف حاد مع الرئاسة ومع رئيس الجمهورية شخصيا، وجزء منه كبير على موضوع تيران وصنافير، وجزء تاني على آخر قانون أصدر واللي مضاه سيادة الرئيس وبعته. وواضح إن في أزمة هتبقى موجودة بين القضاء وبين الرئاسة، وعدم تطبيق القانون، وهو ده اللي عندنا وده اللي احنا موافقين عليه، واحنا نختار المجلس الأعلى بتاعنا، واحنا هو ده نظامنا. يعني ده بصراحة يعني خطوة كبيرة. أنا شايف إن القضاء ابتدى يبين بوضوح إنه دي وجهة نظره، وإن في مصدر تاني في اللعبة وفي القوة موجود على الأرض، مش بس المجلس العسكري، لأ، في مجلس القضاء برضو، وهو هيختار بنفسه ومفيش حد هيفرض علينا حاجة. فده بيبين ان يعني في ميزان للقوة ابتدى يتحرك، وابتدى يبين ان الدولة على قد ما الموقف ده يعني مقلق، على قد ما هو بيوضح ان هيبقى في مؤسسات في الدولة، ومش هيبقى كل حاجة رئيس الدولة عايز ينفذها وغصب عنكم وبالجزمة، لا. فدي بصراحة بداية يعني شكلها كويس ان يبقى في توازن للقوة، وبالذات الجزء اللي يتعلق بالقضاء. فتحية لرجال القضاء، وتحية لوقوفهم بالشكل ده مع بعض، وان هم بقى ليهم كلمة، والكلمة بتاعتهم مسموعة ولازم توصل. والدولة ما بقاش بس فيها المجلس العسكري، يبقى برضو فيها مجلس القضاء. ودي حاجة تشرف كل مصري الحقيقة، ان يبقى في توازن للقوة. يا رب مجلس الشعب يصحى من النوم بقى ويطلع من البرطمان كده، ويبقى هو كمان يعني ميزان تاني للقوة موجود، يبقى في كده يعني تناغم، وربنا يكرم كده ويطلع لنا كام حزب محترم، يبتدي يبقى في أحزاب، يبقى في كيان للدولة، ويبقاش في انفراد للسلطة، وميبقاش رئيس الجمهورية اللي هو عايزه يعمله غصب عن الجميع يعني. فالحقيقة يعني هي بداية، يعني نور بعيد قوي بس بداية موفقة. أنا شايف إن دي خطوة بتبين إن الدولة مش هتمشي بنفس الطريقة اللي كانت ماشية بيها قبل كده، مع إنها ماشية طبعا شوية زي قبل كده، بس شوية كتير كمان. بس يعني إحنا بنفترض إن ده بداية. بحبك يا بلادي، بحبك يا بلادي مع الشريف المصري.